صباح السعادة. صادفني ناس كتير في فيديوهات أكتر بيقولوا إن في أسواق بيبيعوا فيها 1000 صنف وصنف. والنهاردة بقى وأنا ماشية شفت السوق اللي بيقولوا عليه بيبيعوا 1000 صنف وصنف. حبيت أنقل لكم تجربتي وأوريكم السوق ده وأعرفكم هو فين. وده تقريبا كده أرخص مكان هتلاقوه في المنصور. المكان ده بيبيع كل حاجة زي ما انتم شايفين، الطيور وعلف الطيور. هتلاقوا بقى معروض حاجات كتير قوي، اللي بيقول بجنيه واللي بيقول ب2 جنيه. بقى انقل لكم التجربة بتاعتي بس كده على السريع، اساس ان انا كنت خايفة بصراحة وانا بصور. اول مرة ادخل سوق زي السوق اللي انتم شايفينه ده، وبصراحة يعني كان قلبي كان خايف أوي وكان قلقان. بصراحة أنا ما شفتش المناظر دي قبل كده، بس شفت فيها أسعار غريبة جدا، وشفت حاجات أغرب من الخيال. السوق ده فيه كمية معروضات ما أقولكيش، يعني حاجات هتستغربيها جدا، وحاجات تانية أكيد أنت محتاجاها في بيتك. دخلت السوق بقى زي ما انت شايفة، وفي بقى كل حاجة، يعني في عجل أطفال، في عجل مستعمل، مراوح، في سكوتر زي ما انتم شايفين، سكوتر مستعمل، وفي عجل مستعمل وعجل مش مستعمل. في بقى زي ما انتم شايفين هدوم مستعملة، في شنط زي ما انت شايفة كده، شنط سفر. في كل حاجة. السوق ده فيه كل حاجة كل حاجة. انا بصراحة استغربت جدا. هتشوفوا معايا الوقت حاجات، يعني عربيات اطفال هتلاقوها. ده طبعا في ميدان في المنصور، واكيد انتوا عارفين الميدان ده او شفتوا قبل كده. هقولك على عنوان الميدان اللي انت شايفاه ده في اخر الفيديو، بس اعرض لك الحاجات اللي انت شايفاها. شايفين لعب الاطفال دي، فلافيلو، وفي ميكي وماوس، في كل اللعب اللي انت عاوزاها لاولادك. وعلى فكره ماركات عالميه، مش هقول ان هي حاجات عاديه خالص، ولا اقول ان هي حاجات شعبي. في شوزات مستعمله يعني عاديه خالص، في اللي هو المفرمه بتاعت المكن البيتيفور والبسكوت موجوده. في زي ما انتم شايفين، اعزكم الله، شباشب وصنادل جلد، شواحن، في اطباق سلستين زي ما انت شايفه، مشتركات، كاوتش عجل عادي، ساعات حائط، بنس ورصديات، في كل حاجة زي ما انتم شايفين. بقى ده ميدان الشيخ حسنين عند بنك الدم بالظبط، وفي شوارع كمان متفرعة. شايفين بقى اطباق سلستين زي ما انت عايزة. في اللي هي الكوع بتاع المواسير بتاعة المية. في كمية حاجات يعني لا تعد ولا تحصى. انا شفت حاجات فعلا اول مرة بجد اشوفها، حاجات ما كنتش متخيلة جدا خالص ان انا اشوفها. زي ما انت شايفة كده، في شواحن وفي سلوك كهرباء، في مشتركات عادية خالص. زي ما قلت لك، شباشب مستعملة وجديدة لسه بالكرتونة بتاعتها. ملابس، اللبس بصراحة في إقبال جامد على السوق ده. يعني زي ما انت شايفة، بوتاجاز مسطح، ستاند اللي هو التصوير، رينج لايت، بوتاجاز 4 شعلة و5 شعلة. في كل حاجة هتلاقيها موجودة. معروض العجل، معروض المواتير بتاعة المية معروضة، عربيات الأطفال، كهرباء، كل الكهرباء هتلاقيها معروضة هنا. قطع غيار للقعدة، الأحواض، تلفزيونات، شبابيك، مراوح قديمة خالص من ماركات قديمة، في شفاطات، في سخانات، في كوش للبوتاجاز، في نجف، في كل حاجة هتلاقيها موجودة في السوق ده بصراحة. حاجات مستعملة وحاجات عادية، في لبس عادي خالص ولبس شعبي ولبس خليجي، اطباق بلاستيك، قرص وجبنة رومي، لبس جينز، لبس عادي، عجل أطفال زي ما قلتلك، مستلزمات البيت بالكامل. يعني لو عندك كده مفرمة قديمة مثلا ومحتاجة لها قطع غيار، مفرمة يدوية، هتلاقي قطع غيار ليها هناك. الملابس بقى زي ما انت عايزة، من اول الهدوم التفصيل اللي هي القماش اللي بتفصل، لحد الهدوم اللي هي المستعملة، الهدوم الجديدة، كل حاجة موجودة في السوق ده. يعني انا بجد يعني اول مرة اشوف المنظر دوت. بس في كل حاجة موجودة في السوق ده على فكرة، اول مرة اشوفه.
هما بيقولوا ان السوق ده بيبقى يوم السبت بس، بيبقى موجود في المنصورة زي ما انت شايفة، حلل صاج وحلل ألمونيوم، كل حاجة، شنط مدارس. آه، انا لقيت لحد الادويه، شايفين دي ادويه على الرصيف اهي، ادويه بس مش عارفه الادويه دي ايه نظامها، صلاحيتها شغال ولا مش شغال، مش عارفه بصراحه فين الرقابه على الادويه دي. شفت زي ما انتم شايفين كور ماركات، كور للاطفال اللي بيلعبوا بيها في النوادي واللي بيلعبوا بيها في الشارع. شفت كل حاجه في الفيديو، قماش تفصيل زي ما قلتلك. شفت هدوم معروضة، هدوم كويسة وهدوم عادية، هدوم ماركة وهدوم بالة. شفت كل حاجة في السوق. عارفة ان انتوا هتقولوا اني لكاكة وبتكلم كتير، بس بصراحة انا كنت مذهولة جدا من كمية الحاجات اللي انا شفتها. انا شفت مكياجات على الارض، يعني الست دي بتبيع مكياجات وبتبيع، شايفين يعني، بتبيع حاجات غريبة جدا، اقلام كحل، وبتبيع كل مستلزمات الوش والميك اب والحاجات دي. شفت زي ما انتم شايفين كاتشب ومايونيز، السيديريهات بتاعت الرجاله اللي هم الكبار المعلمين. شفت جميع الريموتات بتاعت التلفزيونات والريسيفر. شفت حاجات كتير قوي، شفت لحد يعني بدل معروضة، قمصان معروضة، سواريهات معروضة، كل حاجة. شايفين دي شنط مدارس معروضة، لبس برضو كويس اهوت، ستاند موجود، سماعات، كتب، كلمن، بنس، رزازيات، آه، زرادية، مفك، آه، مفتاح أنبوبة، كاسيتات، في كاسيت، في مسجلات، في اطقم صوت اللي هو الصب. في كل حاجة في السوق، كل حاجة هتلاقوه، كل حاجة. انا كبهير انبهرت يعني بالمنظر بتاع السوق بصراحة، انبهرت من شكل الحاجات وكمية الحاجات اللي فيها. في حاجات يعني اكيد في ناس بيبقوا محتاجينها، اكيد في ناس، احنا الفخار هنا برضو بانواعه، والطواجن بانواعها، كواتل، شاشات، نجف، سفرة، انتريهات كاملة، اللي هي السلوك اللي بتتوصل في الحيطان، مراجيح أطفال، الصالونات، الصالون كامل، الشاكوش والبنسة والمفك والسوري البوتي بتاع الأطفال موجود، مشية الأطفال هتلاقيها، عجلة الأطفال هتلاقيها، الإريال والصابون، الشاور هتلاقيه، تلفزيونات هتلاقيها، قعدة حمام زي ما انتم شايفين أعزكم الله هتلاقيها. كل حاجة، كل حاجة في السوق ده موجودة يا حبايب قلبي، هتلاقوه كل حاجة. أنا استغربت بصراحة، كل حاجة، حتى قطع غيار العجلة بتاعت السوق هتلاقوه، كفرات للتليفونات والشنط، شواحن، كشافات، انتيكات، شاشات تلفزيون، شاشات كمبيوتر، مش عارفة اقول ايه ولا ايه ولا ايه، ريسيفرات موجودة، كل حاجة هتلاقوها موجودة في السوق ده بصراحة، كل حاجة. انا مش عارفة اقول انا في ايه وما فيش ايه. كان في حالة ضغط، كنت بصراحة يعني انا شفتها، كان نفسي برضو يعني اشوف هي سعرها كام واوريها لكم. انا بصراحة ما اشتريتش حاجة من السوق ده لان انا اول مرة اشوفه، رغم ان انا بقالي كتير في المنصورة، بس اول مرة اكتشف المكان ده. في المباردة الصحراوي، وفي تكييفات، بيبيعوا فيه تكييفات. شايفين العجلات والله زيرو جديد. ساعات، ساعة اللي هي ساعات ماركة وساعات كده، الدش والريسيفر، الشنيور، الاستشوار، كل حاجة، مكتبة التلفزيون، تلفزيون والمكيف الصحراوي، التكييف العادي. مش قادرة اقول ايه اللي موجود وايه اللي مش موجود. واخيرا وليس اخيرا، يعني لسه هقول لكم على حاجات كتير برضو في الفيديو انا مصورها لكم. شايفين بقى عصافير الزينة دي، الكناريا موجود، الاكل بتاعهم نفسه، الطيور دي ليها اكل مخصص، علف مخصص موجود، الاقفاص بتاعت الطيور دي موجودة، بيبيعوا اقفاص زي ما انتم شايفين، اقفاص جديدة. كل حاجة، كل حاجة موجودة في السوق ده.
انا يعني بجد بجد انبهرت من منظر السوق. في موازين، من اول الموازين العادية خالص، ميزان المطبخ، لحد الميزان اللي هو ميزان التجار الكبير اللي بيشيل اكتر من 140 كيلو او اكتر كمان من 140. انا لحد هنا وصلت لحد الطيور والحمام. وعلى فكرة لقيت في حد بيبيع كلاب هناك. يعني شايفين اشكال الطيور حلوة قوي بجد، والاقفاص اللي فيها اجمل وشكلها حلو قوي. هنا بقى لما التقيت بقى كده، فحبيت ان انا ارجع تاني اوريلكوا شارع تاني. الشوارع هنا متفرعة وبيبيعوا كل حاجة، كل حاجة هتلاقيها في السوق، جديد ومستعمل، الرخيص والغالي. بس عايزاكي بقى لما تدخلي وتشتري حاجة حاولي ان انت تفصلي فيه. هتلاقي فيه عندك هنا الانتيكات، عندك كل حاجة، كل حاجة هتلاقيها موجودة هنا في السوق، الجديد والمستعمل زي ما قلت لحضرتك، الحلو والوحش، الغالي والرخيص، كل حاجة هتلاقيها موجودة في السوق. السوق ده بقى زي ما قلت لك عنوانه ميدان الشيخ حسنين، وفيه متفرع منه بيبقى اسمه سوق السبت، موجود في المنصورة كل يوم سبت فقط لا غير على ما سمعت. هتلاقي فيه كل حاجة موجودة. بس حاولي ان انت تاخدي بالك من نفسك وانت داخلة السوق، حاولي ان انت تاخدي بالك برضو من فلوسك، وتاخدي بالك من نفسك على قد ما تقدري، لان بيبقى فيه ناس من اماكن كتير قوي واماكن مختلفة، ما بيبقوش من سكان البلد نفسها. حاولي بقى تبقي انت عارفة انت هتشتري ايه، وما تشتريش معاك فلوس كتير، بس تعرفي انت هتاخدي ايه. في كاوتش عجلة اهوت زي ما انتم شايفين، في مراوح، مكن خياطة، في كل حاجة. انا كان نفسي اشتري مكنة خياطة، كان نفسي اوي اشتري حاجات كتير قوي. فيه المكنسة وفيه المفرمة وفيه الكشاف، في كل حاجة. يعني انا هسيب لكم بقى الفيديو وانتوا تتفرجوا وتشوفوا. يعني انا صورت على قد ما قدرت، ان هي كانت لقطة كده ايه مختصرة. حبيت بقى اوريكم. يعني كان في انتيكات حلوة قوي. الراجل ده كان بيبيع انتيكات، وبيبيع اطباق صيني، فناجين صيني، بيبيع حاجات برضو حلوة قوي للبيت. انا هنا مش عارفة اذا كانت الحاجات دي بتبقى فرز مصانع، بتبقى جاية منين، مصدرها بيبقى جاي منين، بس معنى ان هي معروضة ومعمول لها سوق، يعني ما تقلقوش. في شاشات كمبيوتر زي ما انتم شايفين، في شاشات تلفزيون، كل حاجة هتلاقيها موجودة هنا. صورت لكم على قد ما قدرت. انا بصراحة وانا بصور كنت خايفة لو حد يتعرض لي او حد يضايقني، لان اول مرة انزل سوق زي السوق ده بصراحة. بس حبيت ان انا انقل لكم تجربتي، وانقل لكم ايه اللي انا شفته، لان كانت بصراحة التجربة والفكرة كانت جامدة قوي بالنسبة لي. زي ما انت شفت سخان اهو، وفي قبل منه كراسي بلاستيك، ترابيزات سفرة زي ما انتم شايفين بالكراسي بتاعتها، وترابيزات والله بجد هايلة، يعني حلو حلو. نجف جميل قوي، كاسيتات حلوة قوي، كواتل جميل، فخار بأنواعه، الطواجن هتلاقيها، والحلل هتلاقيها. زي ما قلت لك كان نفسي اجيب حلة الضغط، كان في هنا حلة ضغط كانت معروضة، في طواقي، في كل حاجة، كل حاجة موجودة في السوق ده. يعني كهرباء، في السوق ده فيه كهرباء، في ملابس، في شوزات، في داخلي، في اطفال، في نجف، في شاشات كمبيوتر، في استشوار، في جميع انواع المكياجات، في علاجات. اقول لكم انا التقيت انابيب، اللي هي انابيب المعمل اللي بيتحط فيها عينات السحب بتاع الدم. انا التقيت لقيت كل حاجه في السوق ده صراحه. بس طبعا كنت خايفه جدا ان انا، يعني انا لقيت اجهزه ضغط اجهزه ضغط هنا. انا التقيت في ناس بتبيع اجهزه ضغط،
اجهزة ضغط في السوق ده. التقيت واحدة ست بتبيع اللي هي الركبة وحزام الظهر والانكل، الحاجات اللي هي بتبقى في المستلزمات الطبية. التقيت حد بيبيع المستلزمات اللي هي حزام الضغط والحاجات دي، وهتلاقوها يعني هي اتعرضت معانا في اول الفيديو، وهرجع تاني اعرضها لكم دلوقتي. التقيت اللي بتبيع كاتشب ومايونيز، بس طبعا حاجة الاكل دي افضل ان احنا نشتريها من اماكن موثوق فيها. إيه، كراسي مطبخ هتلاقيها موجود، كل حاجة هتلاقيها موجودة في السوق ده. اصبروا كده بقى اوريكم، هوريكم الست اللي بتبيع دلوقتي. اجهزة دي بقى بتبيع مكياجات، بتبيع كل حاجة بقى، كل حاجة، يعني مرطب للبشرة وللشعر وللشفايف وكريمات ومكياجات وشامبو وشاور جل، بتبيع كل حاجة كل حاجة على الرصيف كده، والملقط بتاع الوش والنتف وكل حاجة. في حد بيبيع خيوط وبيبيع إبر وكل حاجة، كل حاجة هتلاقيها موجودة في السوق ده. عايز خلية كبيرة. الكور دي في كور جديدة خالص متغلفة. الست بقى اللي بتبيعها اهيت، اوريكم بقى دلوقتي الست اللي بتبيع اهو، حزام اهوت للبطن وللظهر والانكل اهوت، وانكل رجل وانكل وربط الضغط وكل حاجة مع الست دي. بتبيع اي حاجة في السوق. العجلة اهو بانواعه والساعات بانواعها، صواتير، كل حاجة يعني. السوق يعني الفيديو فعلا بيتكلم عن نفسه. اتفرجت على فيديوهات كتير قوي على قنوات كتير، بس ما كنتش مصدقه ان الاسواق دي فعلا موجوده، بس هي موجوده في اماكن كتير قوي. شفتها قبل كده في المحله، شفتها قبل كده في طنطا، بس اول مره بصراحه ان انا اشوفها في المنصوره. فيها من اول اللعب بتاعه الاطفال لحد كل حاجه، المشايات بتاعه الاطفال موجوده، العربيات، الموتوسيكلات، كل حاجة هتلاقيها موجودة في السوق. عرايس الأطفال هي موجودة، شنط السفر موجودة، سراير موجودة، شبابيك موجود، عجل، آه، قطع غيار لأي حاجة موجودة، دواسات، مفارش، كولمن، أجهزة كهربائية بقى زي ما تحب، من أول الكاتل لحد السخان والتكييف، القعدة بتاعة الحمام والأحواض، أحواض ستيل وأحواض تانية، المكنسة والخلاط والمكوى والسخان، كل حاجة كل حاجة. ده في ميدان الشيخ حسنين، هتلاقي فيه شوارع تانية متفرعة منه. بيبدأ الساعة 7 الصبح، أو جايز قبل 7 الصبح، مش عارفة بيقعدوا لحد الساعة كام، بس السوق ده دايما موجود. ودي كانت أول مرة أشوف السوق ده، ودي كانت تجربتي حبيت أنقلها لكم من المنصورة. كانت جولة معانا كده على السريع. ده لبس كان جديد على فكرة، مش مستعمل خالص. الست دي كانت بتبيعه. اما الست بقى اللي جنبها، فيا رب يعني يكون مبين حاجة. شايفين دي ادوية هي ورا، والله العظيم الست اللي هناك دي بتبيع اللي هي الانابيب نفسها بتاعت سحب العينات اللي بتبقى في المعامل اللي بره. ودي هدوم مستعملة وكده. خلاص بقى انا كده خارجة بره السوق، وخلاص بقى هشق طريقي واشتغل تليفوني واحمد ربنا على سلامة الوصول. نسيت اقول لكم ان في تليفونات بتتباع، تليفونات اللي هي العدة العادية خالص اللي بتبقى في البيوت، عدة التليفون الارضي اللي بتبقى موجودة عندنا في كل بيت، برضو بتتباع هناك. فرش التواليت، كل حاجة كل حاجة بتتباع في السوق ده. والشنطة اهي بتاعت السفر. لو انت بقى لحد دلوقتي لسه شايفاني في الفيديو وشايفه ان الفيديو عجبك وشايفه يستاهل لايك، يا ريت ترفعه لي بلايك. لو شايفاه ما يستاهلش معانا لايك، عادي ارفعيه بديسلايك، مفيش اي مشكله. دي كانت تجربتي معاكم النهارده من سوق السبت
في المنصورة. اتمنى بجد ان الجولة بتاعتي كانت يعني استفدتوا منها باي حاجة ولو بمعلومة بسيطة خالص. نسيت اقول لكم نبقى فيها شنط خروج. لو عجبكم الفيديو ما تنسوش تحبوا بعض.